عشان تمنتج أي فيديو لازم هتمر بمجموعة خطوات، ولازم تكون الخطوات دي كمان مترتبة في دماغك عشان تبقى عارف أنت هتعمل إيه في الفيديو بتاعك، فده هيوفر عليك وقت ومجهود، وكمان التفكير الإبداعي بتاعك في الفيديو هيزيد. لازم يكون في سيناريو أنت راسمه في دماغك وتمشي عليه طول ما أنت شغال على الفيديو. وكتير من الناس بتيجي تشتكي وتقول لي أنا بتوه وأنا بمنتج، بدخل الفيديو مش عارف هعمل ايه ولا ايه الخطوات اللي انا همشي عليها، وناس كتير بتشتكي من النقطه ديت، فبيكونوا تايهين ومش عارفين الخطوات اللي هيمشوا عليها ايه ولا ايه الاكشن اللي هم هياخدوه في الفيديو بتاعهم، فالموضوع بالنسبه لهم بيكون صعب جدا. وعشان كده في الكورس ده انا هرتب لك الخطوات في كل عمليه مونتاج، واقول لك ايه الخطوات اللي المفروض تمشي عليها في نوع المونتاج اللي احنا شغالين عليه. واحنا مثلا هنشتغل على نوع المونتاج ده النهارده اللي هو بيكون عباره عن صوت واحنا بنحوله لفيديو، يعني العميل بيديك فقط الصوت وانت بتبدا تجمع كل حاجه وتكون الفيديو بتاعك. فاحنا هنعرف الخطوات اللي المفروض نمشي عليها عشان نمنتج نوع الفيديوهات ده. يعني النوع ده من الفيديوهات احنا بنبني كل حاجه من الالف للياء. يعني اول خطوه في النوع ده من الفيديوهات اللي انت بتقطع الصوت بتاعك عشان نحذف المشاهد اللي احنا مش عاوزينها ونخلي المشاهد اللي احنا عاوزينها. بعد كده بتبدا تكون مشاهد لكل جمله بتتقال في الصوت. وتعالوا نعرف ازاي هنكون المشهد بتاعنا. عندنا طريقتين عشان نكون المشهد بتاعنا. ممكن تستخدم برنامج تصميم خارجي تكون عليه المشهد بتاعك، او تستخدم برنامج المونتاج اللي انت بتمنتج عليه. وبرنامج المونتاج اللي احنا بنستخدمه في الكورس هو الايت موشن، وتقدر تحمل البرنامج من قناه التليجرام. هتلاقي رابط قناه التليجرام في الوصف. فدلوقتي احنا عندنا طريقتين عشان نكون المشهد بتاعنا قبل ما نمنتج. اول طريقه اللي هي استخدام برنامج تصميم خارجي قبل ما نروح لبرنامج المونتاج، والطريقه الثانيه انك تكون المشهد بتاعك على برنامج المونتاج اللي انت شغال عليه. فاحنا النهارده هنعرف الطريقتين مع بعض. هعرفك الطريقه ديت والطريقه ديت، وانت اشتغل بالطريقه اللي تريحك. وعشان نخلي الكورس تفاعلي اكتر عملت لكم جروب على الفيسبوك. الجروب ده وظيفته انك هتنزل الشغل بتاعك عليه. طبعا انا هديك تاسكات ومشاريع تعملها كل فيديو، يعني في اخر كل فيديو هتلاقيني بطلب منك تاسك او مشروع تعمله، وبعد ما تنفذه هتنزله على جروب الفيسبوك وانا هصححه معاك على الجروب. وكده احنا بنخلق جو تنافسي وهشجعك انك تتعلم. ورابط جروب الفيسبوك هتلاقيه في الوصف، والتاسك اللي انا هطلبه منك هتلاقيه في اخر الفيديو. كمان هنعلن عن الشخص اللي فاز بكورس التصميم اللي احنا قلنا عليه في الفيديو اللي فات. وطبعا ما تنساش تسيب كومنت عشان تكون انت الفايز في الفيديو اللي جاي، عشان احنا بنختار الفايز من الكومنتات. طبعا الفايز بيكسب كورس التصميم المدفوع اللي احنا بنقدمه. فما تنساش تصلي على النبي ولايك وشير وتسيب كومنت عشان تكون انت الفايز. ويلا بينا نبدا. طيب وتعالى اقول لك ازاي تبني المشهد بتاعك على كانفا. هنفتح كانفا بالشكل ده كده ونضغط على علامه الزائد اللي هي كرييت، وبعدين نختار مقاس نفس مقاس الفيديو اللي احنا شغالين عليه. طبعا الفيديو اللي احنا هنشتغل عليه هو فيديو شورت اللي هو المقاس 9 في 16. فهنروح على قسم الفيديو وبعدين نختار موبايل فيديو اللي هو 1080 في 1920، وهيفتح معانا واجهة التصميم بتاعتنا بالشكل ده كده. طيب الفيديو بتاعنا او المشهد بتاعنا بيتكلم عن ايه؟ المشهد بتاعنا بيقول ان الاي اي دخل في جميع المجالات. فكل اللي انا عاوز اعمله ايه؟ اللي انا عاوز مثلا ايقونه هنا كده بتعبر عن الاي اي ومتفرع منها مجموعة مجالات او فروع تانية. تمام، ده اللي انا عاوز اعمله او عاوز ابنيه. طيب هقول لك على ملحوظه او تركايه كده بسيطه عاوزك انت تطبقها في جميع الفيديوهات اللي انت بتستخدمها او الفيديوهات اللي انت هتعملها من النوع ده. خلي الباك جراوند بتاعتك فيها تكتشر وفيها شادو، وهنعرف ازاي دلوقتي مع بعض. فبكل بساطه هنروح على اداه الاليمنت، ودي الاداه اللي احنا هنستخدمها في ايجاد العناصر بتاعتنا او الملحقات بتاعتنا. بكل بساطه بتبحث من هنا كده، بتروح على اداه الاليمنت وبتبحث في الشريط ده على اللي انت عاوزه. هتلاقي اللي انت محتاجه كله في مجال المونتاج. فبكل بساطة هنروح على سيرش هنا وتبحث عن اللي انت عاوزه. فزي ما قلت لك وشرحت لك المشهد هيكون عامل ازاي. فاول حاجة عاوزين نبحث عنها اللي هي الاي اي، فهنكتب هنا في البحث بكل بساطة اي اي. بس في الاول احنا عاوزين نضيف ظل للباك جراوند ونظبط الباك جراوند بتاعتنا. فهكتب هنا مثلا ظل بالشكل ده كده، هيجيب لي مجموعة من الظلال زي ما انت شايف. هنضغط على قسم الجرافيك، هنضغط على سي اول عشان يجيب لي نتائج اكتر بالشكل ده كده. ممكن تستخدم الظلال زي ما انت عاوز اللي هي بالشكل ده كده مثلا، بس انا عاوز ظل هنا مثلا زي ظل الشباك، فاكتب هنا مثلا ظل شباك زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. فبكل بساطة هروح على اي ظل من الظلال ديت واستخدمه مثلا، وليكن ظل زي ده هيكون حلو جدا جدا في المشهد بتاعي.
فهضيفه بالشكل ده كده، وبعدين هقلل الاوباسيتي بتاعته من هنا شويه زي ما انت شايف بالشكل ده كده. حلو جدا جدا جدا. طيب بعد كده انا محتاج اعمل ايه؟ احط بعض التكتشر. فهكتب هنا مثلا، هكتب تكتشر مثلا بالشكل ده كده، واحط بعض التكتشر وليكن بالشكل ده كده، او مثلا بالشكل ده كده، او بالشكل ده كده. فزي ما انت عاوز طبعا او زي ما تحب. فمثلا هنحط مثلا التكتشر اللي هو ده، اللي هو هيديني كده ملمس للخلفية زي ما انت شايف دلوقتي، اداني ملمس للخلفية بتاعتي. فالملمس ده حلو جدا جدا جدا. طبعا عندك اوبشن كتير ممكن تختار ما بينها يعني. طيب بعد كده بقى انا عاوز ابني المشهد او احط الماتيريال بتاعتي اللي باقيه. اول حاجه هنحتاجها هنا في النص هنا اللي هي الايقونه اللي بتعبر عن الاي اي. فهروح هنا بالشكل ده كده واكتب اي اي فقط لا غير. حاجه بس لها علاقه بالحاجه اللي انا عاوزها. هتلاقي نتائج كتير، يعني مثلا الشكل ده معبر جدا جدا جدا، فبكل بساطه هضغط عليه واضيفه بالشكل ده كده. تاني حاجة أنا عاوز أعملها طبعا أعمل له دايرة وأحطه فيها. أطلع هنا كده وأروح على قسم الشيب وأختار الدايرة بالشكل ده كده، أضغط عليها وأضيفها بالشكل ده كده. بعد كده أنا عاوز أخلي الدايرة ديت ورا العنصر بتاعي، فهروح على بوزيشن وبعدين هروح على لاير وأنزل الإيه الأوبجكت بتاعي تحت العنصر ده، وأصغر الدايرة بتاعتي شوية وأصغر العنصر ده شوية بالشكل ده كده. حلو جدا جدا جدا. طيب محتاج اغير طبعا لون الدايره ديت يكون مناسب مع اللون بتاعي. فهضغط على اللون من هنا او الكلر واختار لون مناسب، مثلا وليكن اللون ده او اللون ده هيكون مناسب جدا، فخلينا في اللون ده مثلا. بعد كده محتاج بقى اعمل مجموعه من الدوائر هنا واحط فيها مجموعه من المجالات اللي انا بتكلم عنها. فهروح بكل بساطه اضيف بعض من الدوائر. مثلا هروح هنا كده واضيف الدايره ديت بالشكل ده كده، واعمل الدوائر بتكون بشكل دايره حوالين العنصر ده. انا عاوز اخلي مجموعه الدوائر اللي انا هعملها هنا واخده شكل الدايره. فانا عشان ما توهش بكل بساطه هروح على الدايره دي كده واضغط على الثلاث نقط وبعدين اضغط على دوبليكيت واكبرها بالشكل ده كده واخليها كبيره كده على قد العناصر اللي انا هحطها، وليكن بالشكل ده كده عشان تاخد العناصر، واخليها في المنتصف زي ما انت شايف. ده هتكون الريفرنس بتاعي اللي انا همشي عليه. يعني ايه؟ او بكل بساطه مثلا هحط الدايره بتاعتي على الايه، هنا هحط الدوائر بتاعتي على الحواف بتاعت الدايره الكبيره. هعمل دوبليكيت للدايره الصغيره ديت بالشكل ده كده واكررها واخليها هنا في الشكل ده كده. تمام. وبعدين هكررها تاني واخليها الناحيه التانيه بالشكل ده كده، وبعدين اكرر ديت واعمل لها دوبليكيت واخليها تحت بالشكل ده كده. واكررهم طبعا لو عاوز تكرر وتعمل طبقات تانية هكررها بالشكل ده كده، وبعدين تحطها برضو هنا بالشكل ده وبعدين دوبليكيت وتحطها الناحية التانية برضو على حافة الدايرة، والشكل هيطلع معاك دائري في الآخر. هعمل دوبليكيت برضو لللاير بالشكل ده كده وبعدين احطها هنا على حافة الدايرة ودوبليكيت برضو واحطها الناحية التانية بالشكل ده كده. وبعدين همسح الدايره اللي في المنتصف. هتلاقي الدوائر كلها واخده شكل الدايره حوالين العنصر بتاعي عشان ما تتوهش وتغلط كتير. بعد كده هغير اللون بتاع الدوائر ديت. هغير اللون بتاعها من هنا واخليها واخده مثلا اللون الرصاصي ده بالشكل ده كده، كلهم واخدين نفس اللون زي ما انت شايف. هغير اللون من هنا كده مع بعض. حلو جدا. بعد كده محتاج احط بقى الايقونات اللي لها علاقه بالمجالات اللي انا بتكلم عنها. فهروح هنا على السيرش، هروح على element وبعدين هروح على السيرش هنا واكتب مثلا التعليم، واخد مثلا الايقونه دي تكون معبره جدا وهحطها بالشكل ده كده واغير لونها من هنا للون الابيض. اخلي الايقونات كلها باللون الابيض. بعد كده هطلع
وادور على ايقونات تانية مثلا لها علاقة بالمجال بتاعي او اي مجال تاني انا عاوز بس املى الدوائر ديت. فمثلا هكتب هنا طب مثلا. فالطب مثلا الايقونة دي هتكون معبرة جدا، واغير لونها برضو للون الابيض. بعد كده هروح اكتب مثلا هندسة، والايقونة دي هتكون معبرة برضو. اخدها واحطها بالشكل ده كده. تمام جدا. بعد كده مثلا هنلاقي برضو بعض الايقونات هنا اللي لها علاقة ببعض المجالات، يعني مثلا زي البحث العلمي مثلا او يكن. فديت هتكون معبرة برضو. هحطها بالشكل ده كده واغير لونها. هروح برضو ممكن دي برضو هتكون مناسبة. هاخدها بالشكل ده كده واحطها هنا واغير اللون بتاعها. بعد كده مثلا هروح على دي مثلا اللي هو المحاماة او القضاء، برضو ليها علاقة. فهحطها برضو بالشكل ده كده. زي ما انت شايف انا باخد واحط على طول، مش محتاج ان انا اروح على موقع خارجي وبعدين ادور واجيب والكلام ده كله. انت بتلاقي كل حاجة في مكان واحد، فده هيسهل عليك كتير جدا جدا جدا. مثلا الايقونة دي برضو هتكون مناسبة. اخدها بالشكل ده كده واغير اللون. برضو الايقونة وليكن مثلا ديت هتكون مناسبة برضو. انا بعرفك بس الطريقة ازاي يعني. يبقى احنا كده كونا الايه المشهد. فاضل بس اضيف الخطوط عشان اربط العناصر دي بالعنصر ده. فبكل بساطة هروح برضو على element. تمام. بالشكل ده كده. من قسم الشبه هاخد مثلا الخط اللي هو المنقط ده، وبعدين من هنا هعمله دوران من الدايرة اللي تحت دي، ابدأ اعمله دوران مثلا واخده هنا في المنطقة ديت. وبعدين اخليه كده. طبعا هو فوق العناصر، طبعا انا هنزله تحت العناصر في الاخر خالص. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هعمل له دوبليكيت من هنا وهاخده في المنطقة اللي تحت او في الايقونة اللي تحت. بعد كده هعمل له دوبليكيت برضو واخده هنا كده، وبعدين اعمل له دوران بالشكل ده كده. وبعدين هعمل له دوبليكيت وبعدين اخده في المنطقة ديت. وبعدين هنا برضو هعمل له دوبليكيت وبعدين هاخده في المنطقة ديت. طبعا هعمله بزاوية عشان الأيقونة ديت. وبعدين دوبليكيت هاخده في الزاوية اللي تحتها. وهنا برضو دوبليكيت وأعمله دوران واخده في الزاوية ديت. وبعدين دوبليكيت تاني واخده في الزاوية اللي فوق بالشكل ده كده. طبعا عاوز ادار الخطوط ديت تحت العناصر بتاعتي، فاروح على بوزيشن واروح على لاير واحدد العناصر بتاعتي الاول بالشكل ده كده. هضغط على كنترول من الكيبورد وبعدين احدد اللايرات بتاعت الخطوط بتاعتي. وبعدين اخدهم كلهم وانزلهم لتحت بالشكل ده. زي ما انت شايف نزلوا تحت العناصر بتاعتي وبقى الشكل جميل ومناسب جدا زي ما انت شايف بالشكل ده كده. طيب دي اول طريقة اللي انت تبني المشهد بتاعك على كانفا. طيب ازاي دلوقتي استخرج الطبقات بتاعتي؟ فبكل بساطة ركز معايا في النقطة دي عشان النقطة دي مهمة جدا جدا جدا. بكل بساطة هتروح على بوزيشن وبعدين هتروح على لاير وبعد كده هتخفي الطبقات كلها. يعني مثلا هتخفيهم ازاي؟ بكل بساطة هتروح على الطبقة ديت وبعدين تروح على ترانسبرانسي اللي هي الاوباسيتي وتخفيها بالشكل ده كده. وبعدين تروح على الطبقة ديت وتخفيها بالشكل ده كده. وهكذا لغاية ما تخلص الطبقات بتاعتك زي ما انت شايف بالشكل ده كده. هتخفي جميع الطبقات عندك وبعدين تبدأ تظهر طبقة طبقة وتستخرجها. يعني الطبقتين دول، يعني مثلا خلينا نظهر الطبقة دي كده. تمام. وبعدين هنروح على باقي الطبقات عشان نخفيها زي ما انت شايف بالشكل ده كده. هنعرفك بس الطريقة
وانت بقى اتعامل. زي ما انت شايف احنا بنخفي جميع الطبقات بالشكل ده كده. تمام. طبعا احنا هنخلي الطبقة ديت فهنخليها بالشكل ده كده، وبعدين تروح تخفي الباقي. انا دلوقتي مفضلش عندي غير الطبقة ديت والدايرة بتاعتها، وده اللي عاوز استخرجهم لوحدهم فقط لا غير. فاروح على شير من هنا كده، وبعدين اضغط على داونلود، وبعدين بي ان جي، واختار ترانسبرانت باك جراوند، مهمة جدا عشان تستخرجها لك بدون خلفية، وتضغط على داونلود. هتبدأ تنزل معانا بالشكل ده كده. تمام. وهنلاقيها نزلت لوحدها بالشكل ده كده. بعد كده هتروح تخفي الطبقتين دول، يعني هنفتح الطبقات تاني بوزيشن، وبعد نخفي الطبقتين دول بالشكل ده كده، ودول. وبعدين نظهر الطبقتين اللي بعد كده. هنروح على الطبقة دي مثلا ونظهرها بالشكل ده كده، وبعدين تحرك لفوق كده هتلاقيها بتظهر معاك المربع او الايقونة اللي موجودة هنا، وبعدين لغاية ما تظهر معانا الايقونة اللي المفروض هنا اللي هي ديت. تمام. وبعدين تروح على ترانسبرانسي وبعدين تظهرها، وبعدين تضغط على داونلود تاني او شير تاني بالشكل ده كده، وترانسبرانسي وبعدين تضغط على داونلود. دي اول طريقه. بعد كده بقى الطبقات اللي انت هتستخرجها اللي هي ديت، تمام، هتروح تكونها او تضيفها للبرنامج بتاعك. هتلاقيها اتكونت بنفس المشهد اللي انت عاملها عشان هي متظبطه والمقاسات بتاعتها متظبطه، فانت هتحطها بس، هتضيفها بس للمشهد بتاعك، هتلاقيها اتحطت في مكانها، مش محتاج ان انت تظبطها وترتبها تاني. طيب ده بالنسبه لاول طريقه. تعال بقى لتاني طريقه، واللي هي هتلاقيها بالنسبه لك اسهل. تمام. عشان ديت هتعملها في نفس برنامج المونتاج، فمش هتاخد منك وقت. هنروح لبرنامج المونتاج معانا تاني اللي هو الايت موشن اللي احنا شغالين عليه، ونبدا نشتغل عليه تاني. طبعا انت لو عاوز تحمل برنامج الايت موشن، طبعا هتلاقي طبعا لو عاوز تحمل برنامج الايت موشن ان كان للايفون او الاندرويد، فهتروح على قناة التليجرام وهتلاقي رابط قناة التليجرام في الوصف. تقدر تدخل على قناة التليجرام، هتلاقي البرنامج هناك ممكن تنزله وهتلاقيه بشكل مجاني. وتعالى مع بعض نشوف الطريقة التانية. الطريقة التانية بتكون من داخل برنامج المونتاج اللي هو الايت موشن اللي احنا شغالين عليه في الكورس بتاعنا. طبعا احنا قلنا طريقتين في الفيديو، وانت اختار الطريقة اللي تريحك واشتغل بيها. هنفتح البرنامج زي ما انت شايف بالشكل ده. طبعا البرنامج معاك بيكون شكل طولي. انا هنا مقسم لك البرنامج لجزئين، جزء الادوات حاطه على الجنب اللي على اليمين، وجزء العرض اللي هي شاشة العرض حاطه على الجنب الشمال، عشان اقرب لك الشاشة ليك وتقدر تشوف بشكل افضل. خلينا نبدأ نشرح مع بعض واحدة واحدة الطريقة التانية، وكمان نمنتج الفيديو بتاعنا. طبعا دلوقتي احنا هنشتغل على أدوات الإضافة. هنضغط على علامة الزائد بالشكل ده كده، وبعدين نروح على شيب اللي هي الأشكال، ونختار مثلا أي شكل، مثلا دايرة أو مربع، وخلينا نختار المربع بالشكل ده كده عشان نعمل الخلفية بتاعتنا. وبعدين هنروح على موف اند ترانسفورم ونكبر الحجم بتاعنا على مقاس الفيديو عشان تكون دي الخلفية بتاعتنا. بعد كده هنضغط على علامة الزائد تاني ونروح على شيب ونختار المرة دي الدايرة اللي هنحط فيها الأيقونة بتاعتنا بتاعت ال AI. وبعدين برضو هنروح على color and fill ونختار اللون ده. بعد كده محتاج أكبر الحجم بتاعها شوية، فهروح على move and transform ونروح على الأيقونة التالتة اللي هي خاصة بالحجم، ونكبر الحجم من الشريط ده كده. هنحرك الشريط ده كده لغاية ما نكبر الحجم بتاعنا شوية. بعد كده هنضغط في أي منطقة فاضية ونضغط على علامة الزائد تاني، وبعدين نروح على ميديا ونختار الأيقونة بتاعة ال AI اللي احنا هنستخدمها في الدايرة بتاعتنا اللي هي بالشكل ده كده. هصغرها واخليها في الدايرة بتاعتي. طبعا الايقونات دي برضو تقدر تجيبها من كانفا، كل حاجة انت تقدر تجيبها من كانفا، اي ملحقات في المونتاج انت تقدر تجيبها من كانفا. بعد كده هحدد الطبقتين دول، طبقة الدايرة وطبقة الشكل بتاع الاي اي بالشكل ده كده. هضغط على الطبقتين دول من الجنب الشمال كده واحددهم هما الاتنين مع بعض، وبعدين هخليهم الاتنين في جروب واحد كأنهم لير واحدة من فوق من هنا. زي ما انت شايف بقوا لير واحدة زي ما انت شايف كده. تقدر تحركهم الاتنين مع بعض او تعمل عليهم اي افكت الاتنين مع بعض، وده اللي احنا هنحتاج نعمله. بعد كده محتاجين نعمل انيميشن للاوبجكت ده او الشكل ده. فاي شكل احنا هنعمله له انيميشن على طول.
عشان ما نزحمش المشهد بتاعنا. فأنا محتاج أعمل أنيميشن للشكل ده، محتاج يتحرك من تحت لفوق، وبعدين الأوباسيتي بتاعته تحت هتكون قليلة، وبعدين تبدأ تظهر معايا فوق، وكمان الحجم بتاعه هيكون قليل وهو تحت، وبعدين يبدأ يكبر وهو فوق. فدلوقتي معايا 3 حركات أو 3 أكشن. أول حاجة اللي هو البوزيشن اللي هو الموقع هيكون تحت وبعدين هيطلع لفوق. بعد كده السايز اللي هو الحجم هيكون صغير وبعدين يكبر. تالت حاجة اللي هي الأوباسيتي هيكون مخفي وبعدين يبدأ يظهر. أنا عندي دلوقتي 3 أكشن أو 3 كي فريم هيتم عملهم. عاوزك تركز معايا، الموضوع سهل وبسيط جدا جدا جدا. أحدد الطبقة اللي أنا لسه عاملها اللي هي الجروب 1، أحددها بالشكل ده كده، وأروح على موف أند ترانسفورم. طبعا الحركة اللي أنا هعملها اللي هي تحريك من تحت لفوق، فديت بوزيشن أو ترانسفورم اللي هي انتقال. فأنا هروح على موف أند ترانسفورم، من علامة الكي فريم اللي هي في الجنب الشمال هضغط عليها وأحط كي فريم في البداية بالشكل ده كده، وبعدين أحرك فترة زمنية معينة، وبعدين أحط كي فريم تانية، وبعدين أرجع لحد الكي فريم الأولانية تاني لغايه ما تظهر معايا وتتحدد معايا باللون الاخضر بالشكل ده كده. عند الكي فريم الاولانيه واسال نفسي سؤال في البدايه او عند الكي فريم الاولانيه، انا عاوز الاوبجكت بتاعي ده يكون موضوعه فين؟ طبعا انا عاوزه يكون تحت ويبدا يتحرك واحده واحده لفوق، فهحرك العنصر بتاعي لتحت عند النقطه ديت بالشكل ده كده. طبعا من الماوس باد بتاعتك انت بتحرك شمال ويمين او فوق وتحت، فانت العنصر بتاعك هتلاقيه بيتحرك معاك. وانا بحط الكي فريم الثانيه الاوبجكت بتاعي كان فوق، فخلاص هي خدت الموضع بتاعها اللي هو فوق. وعندي الكي فريم الاولانيه العنصر بتاعي كان تحت اللي انا نزلته لتحت، يعني كده الحركه ما بين النقطتين هتكون من تحت لفوق، عشان البدايه بتاعتي كان العنصر تحت والنهايه بتاعتي كان العنصر فوق. ودي الحركه زي ما احنا شايفين. دلوقتي عملنا حركه واحده اللي هي التحريك من تحت لفوق. تعال بقى للاكشن التاني او الحركه التانيه اللي هي هيكون صغير وبعدين يبدا يكبر. فهروح على تالت ايقونه اللي هي خاصه بالحجم، فهروح على تالت ايقونه بالشكل ده كده في الجنب اليمين، وبعدين هحط كي فريم من هنا في البدايه على نفس الكي فريم الاولانيه في نفس الموضع بالظبط. طبعا كل اكشن ليه كي فريم مختلفه لوحده، انا ضفت كي فريم تانية ليها علاقه بالسايز او الحجم، وبعدين هروح عند النقطه التانية برضو واحط كي فريم تانية، وارجع عند النقطه الاولى واسال نفسي نفس السؤال، الحجم بتاع العنصر ده انا عاوزه يكون عند النقطه ديت عامل ازاي؟ انا عاوز يكون عند النقطة ديت صغير، وبعدين عند النقطة التانية يكبر. فانا هروح عند النقطة الاولى بالشكل ده كده واصغر حجم العنصر بتاعي، فانا هضغط هنا واكتب له الحجم بتاعي عاوز يكون 0. طيب تمام كده زي ما انت شايف بالشكل ده كده هيبدأ يكبر معايا لغاية النقطة التانية. حلو جدا جدا جدا، يعني الشكل بتاعي عند النقطة الأولى صغير وعند النقطة التانية كبير، فالأكشن بتاعي ما بين النقطتين إن الشكل بتاعي هيبدأ يكبر واحدة واحدة بين النقطتين. ده الأكشن اللي أنا محتاجه. فأنا دلوقتي ضفت حركتين. طب أنا عاوز الحركة بقى بتاعتي تبقى سموث أو ناعمة، فبكل بساطة أنا لازم أعمل لها جراف أو كيرف. تمام، ما يكونش اللي هو المعدل بتاعي ثابت فهتلاقي الحركة عادية، انا عاوز بقى تكون فيها نعومة كده وفيها يعني شكل حلو. تمام، فلازم اعمل لها جراف. طبعا احنا هنعرف قوانين التحريك او فن التحريك ده هيكون في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، بس دلوقتي انا هعرفك ازاي تعمل الجراف او ازاي تستخدم الجراف عشان تخلي الحركة بتاعتك ناعمة. بكل بساطة هنضغط على الجراف بالشكل ده كده. طبعا لازم تكون واقف في المسافة ما بين النقطتين عشان الجراف يظهر معاك، وبعدين هتختار جراف من اللي موجودين دول كده بالشكل ده كده وتحرك النقطتين زي ما هنحركهم بالشكل ده كده، وهنعرف ليه هنحركهم كده في الفيديو الجاي عشان هقول لك القوانين بتاعة التحريك. وبعدين هنضغط في اي منطقة فاضية ونضغط على موف اند ترانسفورم برضو، ونروح على اول تحريك احنا عملناه اللي هو بتاع الترانسفورم اللي هو البوزيشن من تحت لفوق، وبعدين برضو احرك في منتصف النقطتين، وبعدين اختار الجراف اضغط على الجراف بالشكل ده كده عشان يفتح لي الاشكال اللي عندي زي ما انت شايف، وبعدين اعمل نفس الجراف برضو. زي ما انت شايف الحركة بقت انعم بكتير. كده احنا عملنا حركتين اللي هي التحريك من تحت لفوق، وكمان هيكون صغير ويبدأ يكبر.
الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نعمل العناصر اللي حوالين العنصر الرئيسي، اللي هي الدوائر اللي المفروض تتحط بشكل دائري حوالين العنصر الرئيسي. هروح على أداة الشيب بالشكل ده كده، وبعدين نختار شكل الدايرة، وبعدين نروح على Color and Fill ونختار لون الدايرة اللي هو اللون الأسود. بعد كده هنروح على Move and Transform ونروح على تالت أداة اللي هي السايز، وبعدين نحرك من الماوس باد اللي هي في المنتصف ديت عشان نكبر الدايرة بتاعتنا، وبعدين نروح على أول أداة اللي هي الموف عشان نحرك الدايرة بتاعتنا ونخليها في المنطقة دي كده. طبعا زي ما انت شايف في التايم لاين هنا كده، انا عندي الدايره هنا او الاوبجكت اللي انا هبدا اضيفهم هتبدا من الكي فريم الثانيه للعنصر الاولاني زي ما انت شايف بالشكل ده كده. هحدد طبقه الدايره الاولى اللي انا عملتها، وبعدين هضغط على علامه الدوبليكيت من هنا كده عشان يكرر لي الطبقه ديت، فعمل لي طبقه منها كمان. هبدا احرك الطبقه دي تاني واحطها في المكان بتاعها، فهروح على الموف اند ترانسفورم واحرك الدايره بالشكل ده كده. هعمل دوبليكيت برضو واكرر الطبقه ديت واحرك الدايره واحطها في المكان الصحيح بتاعها، وهكذا لحد ما اكمل باقي الاشكال بتاعتي او باقي الدوائر بتاعتي. وبعدين من الموف اند ترانسفورم هبدا اظبط الدوائر بتاعتي في المكان بتاعها الصحيح عشان تبقى واخده شكل الدايره حوالين العنصر الرئيسي بتاعنا. او ممكن تضيف دايره كبيره برضو في المنتصف وتبدا تحط عليها الدوائر الصغيره من بره زي ما عملنا على كانفا عشان تسهل على نفسك الموضوع، وبعدين تمسح الطبقه دي في الاخر. بعد كده محتاج اضيف الايقونات اللي انا هحطها في الدوائر ديت اللي هي ليها علاقه بالمجالات المختلفه، فهروح على علامه الزائد واروح على ميديا واختار الايقونات اللي انا هضيفها للدوائر بالشكل ده كده. بعد كده انا محتاج اغير لون الايقونه ديت، فهضيف لها افكت اسمه brightness and contrast، فهروح على افكت بالشكل ده كده، وبعدين اضغط على اد افكت، وبعدين هختار او اكتب في السيرش فوق هنا كده brightness and contrast اللي هو التأثير ده، اكتب اسمه في السيرش هيظهر لك. وبعدين نعلي البرايتنس، هزود البرايتنس لغاية ما يبقى لونه ابيض، انا عاوز لونه يكون ابيض. بعد كده انا عاوز اربط الدايرة ديت بالايكون اللي انا عملتها دي، اخليهم طبقة واحدة هما الاتنين، وبكل بساطة هحدد الطبقتين بتوع الدايرة وبتاعة الايكون، وبعدين هخليهم في جروب واحد من الايقونه اللي فوق ديت. زي ما انت شايف كده بقوا طبقه واحده. هضغط على علامه الزائد وبعدين هروح على ميديا واضيف الايقونه اللي بعد كده واعمل فيها نفس الخطوات. بعد ما اضيفها هغير لونها من تاثير البرايتنس اند كونتراست واعلي البرايتنس عشان يديني اللون الابيض، وبعدين اصغر حجمها واخليها في قلب الدايره، وبعدين احدد طبقه الدايره وطبقه الايقونه واخليهم في طبقه واحده هما الاثنين، وهكذا في باقي الدوائر لحد ما اكمل الدوائر بتاعتي. زي ما احنا شايفين دلوقتي مع بعض، يبقى كل دايرة بالأيقونة اللي فيها هي عبارة عن طبقة واحدة. ودلوقتي كملت كل الدوائر زي ما انت شايف كده. بعد كده هبدأ أحرك أو أدي الحركة بتاعت كل دايرة من دول. هروح على الطبقة الأولانية بالشكل ده كده، روح على الموف أند ترانسفورم. طبعا أنا عاوز أحرك الدوائر دي تكون مجمعة عند الدايرة الكبيرة وتبدأ تتحرك لبره وتروح لموضعها بالشكل ده كده. فأنا هحط الكي فريم الأولانية بالشكل ده كده هنا، هضغط على علامة الكي فريم دي وأضيف كي فريم في الأول، وبعدين أحرك مسافة معينة أو زمن معين، وبعدين أحط الكي فريم التانية. وبعدين طبعا عند الكي فريم التانية أنا عاوز الموضع اللي هي عليه دلوقتي، فهروح عند الكي فريم الأولانية وأغير في الموضع بتاعها اللي هو المفروض يكون عند الدايرة اللي في المنتصف، وبعدين أحرك البوزيشن بتاعها وأخليها في الدايرة اللي في المنتصف بالشكل ده كده. طبعا التحريك بتاعك كله هيكون من الماوس باد اللي هي في المنتصف دي. زي ما انت شايف الحركة بتكون بالشكل ده كده. أي حركة بعد كده هنضيف لها جراف، فهنضغط على الجراف بالشكل ده كده، وبعدين نخلي شكل الجراف بالشكل ده. نخلي النقطة اللي فوق دي كده ونسحبها لقدام، والنقطة اللي تحت هنسحبها برضو بالشكل ده كده، وهكذا في باقي العناصر. كل الطبقات اللي أنا عملتها بالشكل ده كده هنحط كي فريم في البداية وكي فريم في النهاية بنفس الزمن أو نفس المسافة اللي احنا عملناها في الطبقة الأولانية. وعند النقطة التانية هدخل الأيقونة بتاعتي في المنتصف عند الدايرة اللي في المنتصف واخلي في موضوعها هنا، وعند النقطة التانية طبعا هو موضوعها هيكون بره، وهكذا لغاية ما اكمل باقي الطبقات بتاعتي او تحريك الطبقات. زي ما انت شايف في الاخر الحركة هتكون بالشكل ده كده. طيب العنصر بتاع الدايرة اللي في المنتصف اللي هي بتاعت شكل الاي اي هو ظاهر تحت، وباقي العناصر او باقي الدوائر فوقيه. طبعا انا مش عاوز كده.
طبعا انا في البداية عاوز العناصر او الدوائر اللي هي في الخارج تكون متدارية في العنصر الرئيسي او تحت العنصر الرئيسي. فبكل بساطة انا عاوز اطلع الطبقة اللي هي في المنتصف اللي هي الدائرة الرئيسية اللي باللون الاخضر فوق كل الطبقات ديت. فهحدد الطبقة بالشكل ده كده واسحبها لفوق، وزي ما انت شايف دي الحركة في النهاية. دلوقتي فاضل حركة كمان عاوز اعملها على العناصر ديت، اللي هي تكون الاوباسيتي قليلة وبعدين تبدأ تزيد مع الحركة برضو. يعني وهم بيطلعوا من ورا الشكل الدائري اللي في المنتصف يكون الاوباسيتي بتاعتهم قليله، وبعدين تبدا تزيد لغايه ما يروحوا لنفس الموضع بتاعهم يكون الاوباسيتي بتاعتهم 100%. فبكل بساطه هروح على كل طبقه من الطبقات الفرعيه اللي هي الدوائر الفرعيه، واروح على blending and opacity، واحط كي فريم في البدايه على نفس النقطه الاولانيه، واحط كي فريم في النهايه عند نفس النقطه الثانيه، وعند النقطه الاولانيه اخلي الاوباسيتي 0، وعند النقطة التانية هخلي الأوباسيتي 100% عشان الأوباسيتي تكون قليلة في البداية وبعدين تبدأ تزيد زي ما انت شايف بالشكل ده كده. طبعا اللي انا عملته في الطبقة ديت هكرره على الطبقات اللي باقية اللي هي الدوائر الفرعية عشان يكون الشكل النهائي عامل كده. يبقى كده احنا خلصنا المشهد الأول. دلوقتي انا عاوز اطلع من المشهد الأول وادخل في المشهد التاني. طبعا في عنصر مشترك ما بين المشهد الأول والمشهد التاني اللي هي الدايرة اللي في المنتصف، فلازم يكون الطلوع بتاعي هو عبارة عن ترانزيشن أو انتقالة ما بين المشهدين. طيب أنا عاوز أحرك المجموعة دي كلها، مجموعة الدوائر دي كلها مع الدايرة اللي في المنتصف لفوق، وبعدين الدوائر اللي في الطرف تبدأ تختفي وأنا بطلع لفوق، وبعدين تظهر باقي العناصر بتاعة المشهد التاني. دلوقتي يبقى في حركة مشتركة ما بين العنصر الرئيسي اللي في المنتصف وباقي الدوائر اللي على الأطراف، فلازم أربط المجموعة دي كلها مع بعضها وبعدين أبدأ أحركهم. ودي حاجة اسمها النل اللي احنا ذكرناه في الفيديو الأولاني وقلنا هنشرحه في فيديو لوحده، فجي وقته اللي احنا نشرحه. بكل بساطة النل فكرته ايه؟ فكرته بسيطة جدا، هو عنصر فاضي ما فيهوش أي حاجة خالص، يعني طبقة فاضية أنت بتضيفها وبتربط العناصر بتاعتك اللي انت محتاج تربطها مع بعض، تربطها بالعنصر ده. يعني مثلا هربط الدايرة اللي في المنتصف بالنل، وهربط جميع الدوائر اللي على الأطراف بالنل، بقوا كلهم دلوقتي مربوطين بحاجة اسمها نل أو طبقة معينة. أنا هشتغل على الطبقة دي لوحدها عشان أنا ربطته بجميع العناصر اللي موجودة معايا، فأي أكشن أنا هديه للنل فهو هيتطبق على باقي العناصر اللي أنا رابطها بالنل. فدي فكرة النل بكل بساطة. فدلوقتي أنا هروح أربط العناصر كلها بالنل، أضغط على علامة الزائد وأروح على الأوبجكت أند إيليمنت واختار النل زي ما أنت شايف بالشكل ده كده، هينضاف معايا كطبقة عادي خالص. بعد كده محتاج أربط باقي الطبقات بتاعة المجموعة بتاعتي بالنل، اروح احدد الطبقه بالشكل ده كده، وبعدين هضغط على المربع اللي فوق ده وبعدين اختار من هنا النل اللي هو النل واحد. احدد الطبقه اللي بعد كده برضو واروح اضغط على المربع وبرضو اختار نل واحد، وهكذا لحد ما اختار كل الطبقات واربطها بالنل. وكده احنا ربطنا جميع الطبقات بالنل اللي هي الطبقه ديت. بعد كده بقى كل شغلي هيكون على النل واحد. هضغط على طبقه النل بالشكل ده كده واروح على الموف اند ترانسفورم. انا عاوز احرك المجموعه دي كلها لفوق، فهروح على النل واحد بالشكل ده كده واروح على الموف اند ترانسفورم واحط كي فريم في البدايه، وبعدين احرك مده زمنيه معينه واحط كي فريم تانية. انا عاوز احرك المجموعه دي كلها، مجموعه الدوائر دي كلها مع الدايره اللي في المنتصف لفوق، عشان يكون الشكل النهائي عامل كده. دلوقتي انا هشتغل على الاوباسيتي، عاوز العناصر اللي هي في الاطراف تختفي معايا عند الطلوع لفوق، فاروح على كل طبقة من الطبقات الدوائر اللي على الاطراف واحط كي فريم تالتة، وهيكون موقع الكي فريم التالتة ديت هو نفس الزمن اللي واصل فيه الجروب ده لفوق، يعني نفس المكان بتاع الكي فريم التانية بتاعت النل واحد. طيب الكي فريم اللي انا هحطها ديت هتكون عبارة عن ايه؟ الكي فريم ديت هحطها من البلاندنج اند اوباسيتي. هروح على بلاندنج اند اوباسيتي
بالشكل ده كده، وبعدين هحرك لحد الكي فريم التانية بتاعت النل، واحط كي فريم من بلاندنج اند اوباسيتي، وعندي الكي فريم التانية ديت هيكون الاوباسيتي بتاعتي زيرو عشان انا عاوزهم يختفوا لما يطلعوا لفوق. طيب هتسألني سؤال، دلوقتي احنا حطينا كي فريم واحده بس ما حطيناش كي فريم تانية، يعني احنا في المتعارف عليه بنحط كي فريم وبعدين كي فريم عشان يكون في مسافه او زمن. هقول لك يا صديقي احنا كان عندنا 2 كي فريم اصلا في البدايه خالص اللي هم دول. الكي فريم التانية ديت تعتبر بدايه للكي فريم التالتة، وهكذا لو حطيت كي فريم رابعه فالتالتة تعتبر بدايه للرابعه، وهكذا. فانا دلوقتي عندي الكي فريم التانية اللي هي في المنتصف الاوباسيتي كانت 100%، وعند الكي فريم التالتة انا عاوز بقى اقلل الاوباسيتي لزيرو، فهقلل الاوباسيتي لزيرو هنا بالشكل ده كده. العملية ديت هكررها على جميع الطبقات بتاعة الدوائر الفرعية اللي على الأطراف. دلوقتي بقى هنبدأ في تكوين المشهد الثاني، وزي ما قلنا إن العنصر ده هو مشترك في المشهدين. دلوقتي هندخل على المشهد الثاني. الحركة اللي احنا عملناها ورفعنا المشهد لفوق كله واخفينا العناصر اللي هي على الجنب اللي هي الدوائر اللي على الجنب، ده يعتبر انتقالة ما بين المشهد الأول والمشهد الثاني، عشان في عنصر مشترك بين المشهد الأول والمشهد الثاني اللي هو الدايرة اللي في النص. فالدايرة اللي في النص دلوقتي يعتبر يعني لما طلعنا العناصر اللي فوق وأخفينا العناصر اللي على الأطراف وخلينا العنصر ده، فده يعتبر هي نهاية المشهد الأول وبداية المشهد الثاني. يبقى كده دي يعتبر هي الترانزيشن بتاعتي، وده نوع من انواع الترانزيشن في المونتاج. تمام، اللي انا باخد عنصر مشترك ما بين المشهد الاول والمشهد الثاني واستخدمه كترانزيشن. طيب تمام جدا. طيب بعد كده المشهد الثاني عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين بيتفرعوا من الدايره اللي في المنتصف وبيظهروا تحت في المنطقه اللي تحت اللي هو بالشكل ده كده. طيب دلوقتي هنعملهم ازاي؟ دلوقتي انا عندي ايقونتين برضو هيظهروا في شكل مربع او دايره، وفي برضو زي خط كده ما بيربط ما بين العنصر اللي فوق والعنصرين اللي تحت، وكمان الخط اللي هيربط ما بين الاتنين هو خط متحرك، فانا عاوز اعمل له الحركه بتاعته وعاوز ارسمه الاول. فتعالى نشوف هنرسم الخط ازاي ونعمل له حركه ازاي. هنضغط على علامه الزائد بالشكل ده كده، وبعدين هنروح على فيكتور دروينج. دلوقتي انا عند الماوس باد اللي ظهرت لي المربع ده، هو ده الماوس باد اللي انا هتحرك منه. ده عباره عن تاتش كده بحرك منه، بحرك ايدي عليه هتلاقي السهم هنا بيتحرك بتاع البين تول، وكمان لما اضغط ضغطه فهيحط لي نقطه في المكان اللي انا واقف فيه. فهروح عند بدايه الدايره بالشكل ده كده، وبعدين هضغط ضغطه عشان يحط لي نقطه، وبعدين اسحب بالشكل ده كده واحط نقطه في المنتصف، هنا هحط نقطه في الاخر بالشكل ده كده. هروح عند النقطه اللي في المنتصف بالشكل ده. دلوقتي انا عاوز اخلي الخط ده عباره عن كيرف مش خط مستقيم بالشكل ده كده، فهروح عند النقطه اللي في المنتصف وبعدين نضغط على الاداه ديت اللي هي عباره عن كيرف، وبعدين اتحكم منها في الكيرف بتاع الخط بتاعي. زي ما انت شايف كده هحرك النقط اللي في الاطراف اللي هي بالشكل ده اللي هي باللون الاخضر ديت شمال ويمين او فوق وتحت، هتعمل لي الكيرف اللي انا عاوزه. كده انا عملت الكيرف اللي انا محتاجه. طيب هتقول لي هو مرسوم هنا بس مش طالع خط خالص، هقول لك تعمل له ازاي خط. هروح على color and fill واعمل none، يعني اضغط على العلامه دي اشيل اللون اللي موجود في الشكل بتاعي. كده هروح على border and shadow وازود الستروك شويه عشان يعمله لي كخط بالشكل ده. بعد كده هروح على افكت، بعد كده انا محتاج احرك الخط ده، فاروح على افكت واضغط على اد افكت واروح على دروينج بروجريس. طيب لازمه الافكت ده ايه؟ ده هيرسم لي الخط من البدايه للنهايه، اللي هو هيديني حركه للخط بتاعي. في البدايه انا عاوز القيم بتاعتي كلها زيرو، يعني الخط يكون مختفي، فانا هخلي القيم بتاعتي كلها زيرو، الستارت والاند، واحط كي فريم في البدايه، ودي هتكون القيم عند الكي فريم الاولانيه، وبعدين احرك مده زمنيه واحط كي فريم تانية، وبعدين اخلي القيم عند الاند 100%، وبعدين هروح على الجراف واخلي الجراف نفس الشكل اللي احنا متعودين عليه. زي ما انت شايف اداني الحركه للخط بتاعي. بعد كده هضيف بقى المربع اللي هحط فيه الشكل بتاعي، هروح على علامه الزائد واضغط على شيب، وبعدين هضيف المربع بالشكل ده كده color and fill واغير اللون بتاعي. بعد كده هروح على move and transform واروح على السايز واظبط الحجم بتاعه، ومن الريدس برضه هغير القيم بتاعتها واخلي الحواف منحنية.
دلوقتي انا عاوز احركه برضو، فاروح على الترانسفورم اللي هي الحركه، واحط كي فريم في البدايه، وبعدين احرك لمده زمنيه واحط كي فريم في النهايه. طبعا في البدايه عند النقطه الاولانيه انا عاوز يكون الشكل ده مختفي او تحت خالص، وبكل بساطه هروح عند الكي فريم الاولانيه وانزل المربع ده لتحت. وبعدين برضو اي حركه هعملها هظبط الكيرف بتاعي، هعمل نفس الكيرف اللي انا عملته قبل كده. تمام جدا. وبعدين تربطهم ببعض وتحركوا والكلام ده كله، مفيش مشكله، عرفنا الطريقه ازاي. دلوقتي انا عاوز برضو انقل للمشهد التاني، وبكل بساطه عاوز اربط المجموعه اللي انا عملتها دلوقتي ببعضها عشان انزلهم لتحت، ودي هتكون الترانزيشن للمشهد التالت، وبعدين المشهد التالت يدخل. وبكل بساطه هروح اربط التلات عناصر مع بعض. فدلوقتي محتاج اضيف نال جديده، هروح على علامه الزائد واروح على اوبجكت اند element واضيف نال بالشكل ده كده، هيكون اسمه نال 2. هروح على الاوبجكت اللي انا لسه ضايفه اللي هو المربع، وبعدين هضيفه للنال من هنا، واروح برضو على الخط واضيفه للنال من هنا، وبعدين هروح على الاوبجكت الاساسي واربطه بالنال برضو. يبقى كده انا ربطت المجموعه كلها بالنال. دلوقتي هروح احرك النال بتاعي وانزله لتحت كله. هروح على ترانسفورم، وبعدين احط كي فريم في البدايه، وبعدين احرك مده زمنيه واحط كي فريم في النهايه. وعند الكي فريم الثانيه المفروض المجموعه دي كلها تنزل لتحت، فهنزلها لتحت عند الكي فريم الثانيه. وبكده انا نزلتها تحت بالشكل ده كده. زي ما انت شايف هي دي الطريقه بشكل عام. دلوقتي انا عاوزك انت بقى تبتكر طريقه من عندك او تبني مشهد من عندك. دلوقتي انا عرفتكم الفكره بشكل عام، هديكوا صوت تتدربوا عليه وتعملوا فيديو بشكل كامل من خلال الصوت ده. هسيب لك الصوت على قناه التليجرام، وهتلاقي رابط قناه التليجرام في الوصف. هتدخل على قناه التليجرام وتحمل الصوت وتبدا تشتغل على الفيديو بتاعك وتعمل فيديو كامل، وهتبدا تنزل الفيديو ده على الجروب على الفيسبوك. هعمل لكم جروب على الفيسبوك بحيث تنزلوا شغلكم عليه، وانا هراجع الشغل ده على جروب الفيسبوك عشان يحصل فيه تفاعل ويحصل فيه حماس والكورس يكون جو تفاعلي. فهتلاقي رابط الجروب ورابط التليجرام موجودين في الوصف، تقدر تخش عليهم وتلاقي كل حاجة موجودة عليهم. بس كده، ما تنسوش توصلوا الفيديو ده ل1000 لايك عشان الفيديو اللي بعد كده ينزل على طول. وقبل ما ننهي الفيديو خلينا نعلن عن اللي فاز بكورس التصميم. طبعا هنختار من التعليقات بتاعة الفيديو اللي فات، وبيكون ببرنامج زي ما انتم شايفين كده، هو اللي بيختار مش انا اللي بختار. فتعالوا نشوف البرنامج هيختار مين. وطبعا الفايز هيتواصل معايا على رقم الواتساب، ورقم الواتساب هتلاقوه في الوصف، وهبعت لي سكرين شوت بالكومنت اللي هو عامله. وبداية دورة التصميم هتكون يوم 18/9 ان شاء الله. بس كده، في امان الله.